مرحبا، أنا لؤي العتيبي في رحلة استكشافية لأثيوبيا. انطلقت من أديس أبابا وهلا في اتجاهي لمشاهدة قرود الجلادة اللي مش حنشوفها في أي مكان في العالم إلا في جبال أثيوبيا الشمالية. هذه تعتبر شباك من الملك منيلك الثاني. كان من هون براقب مملكته الأراضي السفلية اللي هي مقاطعة أفار، وهذا الشكل مثل الشباك الفي. شعرت وأنا واقف عند بوابة منيلك إنه التاريخ رجعني للقرن التاسع عشر، بالضبط مثل ما كان يقف الملك منيلك ليشاهد مملكته من مرتفعات مقاطعة شوا على ارتفاع 3100 متر. بيعود الفضل بإنشاء مملكة أثيوبيا الحديثة للملك منيلك الثاني، اللي قام بتوسيع مملكته وضم أراضي من الجنوب إلها، وجعل أثيوبيا دولة مستقلة من الاستعمار الإيطالي. وهو اللي قام باختيار أديس أبابا عاصمة للمملكة الأثيوبية، وعمل على تطوير التعليم وتأسيس أول المدارس والمستشفيات الحديثة. بدأنا هون بمشاهدة أول مجموعة صغيرة لقرود القلادة عند بوابة منيلك. إذا بنلاحظ هون بالصدفة طبعا أنا شفت قرد القلادة، هذا الذكر اللي شعره طويل وفي بحده الأنثى بجانبه. هاي الوديان اللي مفروض إنه يكون متواجد فيها. احنا لسه بدنا نبعد أكثر من هيك حتى نشوف كميات وين المجموعات تبعته بتعيش، فحنروح أبعد من هذا الموقع. السفوح هاي المنطقة اللي بتقعد فيها القلادة حتى تحمي نفسها من الأعداء، وتدفي بتجمع حالها على بعض حتى تدفي حالها. وصلنا هلا لموقع القلادة. بدنا نحاول نقرب منهم شوي شوي، مش متعودين على انهم يشوفوا الانسان في المنطقة هذه. خلينا نمشي مع بعض، بدنا نكون حذرين شوي ونمشي بهدوء حتى ما يبعدوا عنا او ما نستفزهم حتى. بس حتى يتعودوا انهم يشوفوني هون واقف لازم تكون حركة بطيئة وما يصدر اصوات. لاحظ انا عم بتحاول تبعد. قلادة هي القرد الوحيد العاشب. خلينا بس اوقف شوي. تعودوا اني موجود هون، بحاول اني ما اعمل اي كونتاكت مباشر، اني اطلع بيه مباشر بالعين حتى ما يستفزهم هذا الحكي. إذا بنلاحظ صدر الأنثى عليه زي الجيليه من قدام، جلد، هذا اللي بيميز القلادة عن باقي القرود. تقضي معظم يومها بس عم ترعى، هي القرود الوحيدة اللي بتاكل العشب، ما بتعيش على الأشجار، بتعيش على الأرض. وبالليل بتنام على حفف الجبال الوعرة بحيث تهرب من المفترسات مثل الضباع ومثل الفهود اللي ممكن ان تواجهها. ولسبب آخر انه تلتم على بعض، تترابط وبتنام حتى تحمي حالها من البرد، لأنه هذه مناطق كثير مرتفعة، 4000 متر 4300 متر. خلينا نحاول نقرب شوي. ما تبقى من القلادة في العالم كله لا يتجاوز 200 ألف قرد،
فقط موجودين في هاي المنطقة في العالم. في الماضي كانت تتواجد أيضا في أفريقيا وفي الهند، بس بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتناقص الأراضي العشبية لم تعد هناك بيئة مناسبة لإلها إلا في هذه المرتفعات الباردة. متوسط عمر الجلادة في البرية طبعا بحدود 20 سنة. إذا بنلاحظ كيف بيحفر الذكر حتى يطلع نبتة مع العروق تبعونها. لاحظ الفرق بين حجم الذكر وحجم الأنثى. الذكر بتراوح وزنه بحدود 18 كيلو ونص، الأنثى بحدود 12 كيلو. قرود الجلادة تتخاطب بينها وبين بعض، تصدر أصوات معينة إذا شعرت بالخطر، إذا حاولت تهجم، إذا عصبت. مع إني حريص جدا على عدم إشعارها بوجودي، بس يبدو إنه إحدى الذكور ما عجبه اقترابي من مجموعته. قرود الجلادة قوية وغير عدائية، بس إذا شعرت بأي خطر بيهددها تتحول لعدائية وبتهاجم بشراسة للدفاع عن نفسها وعن صغارها وعن مجموعتها. بحاول ما أتحرك كتير. زي ما بنلاحظ بلشت تتعود علي، فبطلت تبعد كل ما أقرب عليها. حست إنه ما بيسبب خطر لإلها. الجلادة والقرود بصورة عامة بيعاملوا بعض بشغلة تنظيف الشعر. عم نشوف هون عملية تفلية الشعر عند قرود الجلادة بتعبر عن الود بين أفراد المجموعة. بشعرنا هذا المشهد بالترابط بين أفراد الأسرة الواحدة. الأعشاب بتوفر 90% من غذاء الجلادة، وباقي 10% هي من الفواكه والزواحف والحشرات. الجلادة بتجمعوا في منطقة بياكلوا العشب،
بخلصوا بنتقلوا جميعا، بتقودهم الأنثى وبنتقلوا لمنطقة تانية حتى يرجعوا ياكلوا. خلينا نشوف بلكي قدرنا نلاقي مجموعة تانية. لسه بحاول ادور عليهم، بس شكله فترة العصر هذه، بعد العصر ببلشوا يلملموا حالهم ويضبوا. اكيد راح اقعد معهم فترة طويلة، وزي ما اليوم ما قدرت اصيدهم بكرة ديفنت 100%. راح ادور في منطقة تانية. شكله لسه في شوية حظ. هاي مجموعة لسه عم ترعى هون. رح نبدأ الآن جولتنا لليوم الثاني، البحث عن الجلادة. رح نحاول نكون أقرب لنتعرف عليه اجتماعيا وسلوكيا. المشكلة إنه المنطقة شاسعة جدا، إحنا في شمال جبال شوا. إن شاء الله نكون محظوظين زي امبارح. هاي جلادة شباب، يلا نزلوا الكاميرا. خليكم بالسيارة. Stay in the car. We find جلادة already, huh? We're gonna move slowly, yeah? لما نقرب بدنا نشتغل بهدوء شباب، ها؟ عندنا مجموعة كبيرة، أكثر من ذكر ومجموعة إناث. فرصة كويسة هذه، فرصة كويسة حس أصورهم. أنا بدي أجيهم من فوق، يعني بدي أجيهم أسبقهم من قدامهم. بتميز لون شعر الجلادة إنه بني غامق وهو خشن الملمس. طول ذيلها قصير نسبياً مقارنة مع باقي فصائل القرود، بنتهي بخصلة من الشعر. ذكر الجلادة بتحول لعدائي وشرس إذا اقتربت من مجموعته إحدى الذكور البالغين.
لما يشعر الذكر بالخطر بيقوم بإظهار أنيابه ليستعرض قوته وبيصدر أصوات ليحذر باقي أفراد المجموعة إنه في خطر موجود. وفي الغالب بتحدث معركة وبيبقى المنتصر، بس بشرط إنه الإناث تقبل فيه لأنها صاحبة القرار النهائي. الإناث في القلادة هي المسيطرة، وبتكون القائدة في المجموعة هي اللي بتنجب أكبر عدد من الصغار، وهي الآمر الناهية، وهي اللي بتختار الذكر وبإمكانها إنها تعزله بأي وقت. جبال أثيوبيا الشمالية هي المكان الوحيد المناسب واللي ما زال بوفر البيئة الطبيعية لقرود القلادة لتعيش وتتكاثر فيه. الخطر الأساسي اللي بيهدد وجود القلادة هو توسع الأراضي الزراعية وتنامي عدد السكان. لهذا السبب الحكومة الأثيوبية عملت على حماية القلادة بأنها اعتبرت مناطق القلادة محميات طبيعية ومنعوا الصيد فيها. هذا أعطاني شعور بأنها غير معرضة للانقراض في المنظور القريب على الأقل. كانت فرصة كتير ناجحة إنه أقدر أقرب عليهم لهالدرجة للقلادة. قربت أول مرة، قربت ثاني مرة، تعودوا علي، قعدت بيناتهم. كان مهم جدا إني أشوف سلوكياتهم الاجتماعية، هم في مجتمعهم، في أرضهم، في موقعهم الطبيعي.